دعوات من الله سبحانه وتعالى، يخاطب الخلق بربوبيته، ثم يختم الخطاب لماذا لا تطيعوه، وإلا هذا الذي تزعمونه من الإيمان بالربوبية ناقص. يقول عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. يعني أنت تزعم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، أين تذكرك لذلك؟ أين انفعالك بهذه الحقيقة؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. تتقون دي هي الايه؟ الألوهية. متفقين مع بعض في الربوبية، لكن انتم مقصرين في الألوهية، يبقى ربوبيتكم دي لا تنفعكم، وهي كذب أصلا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنى تسحرون. أين ذهبت عقولكم؟ كالمسحور لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. كاذبون في ادعائهم إيمانهم بالربوبية. طبعا اليوم يعني هناك علوم حديثة وينبغي توظيفها وبيان آيات الله عز وجل في هذا الكون التي هي فرع من ألوهيته بالاستدلال بها على استحقاقه لهذه الآيات. ده برضو يعني جزء هنقراه مع بعض في الكتاب. آخر كلمة: التوحيد في الإسلام هو كل الإسلام. يعني لما نقول ايه واحنا بندرس الفصل الأول التوحيد، الإيمان بالله، الملائكة، هو الإيمان بالملائكة ده فرع من الإيمان بالله، والإيمان بالرسل فرع من الإيمان بالله، والإيمان بالقضاء والقدر فرع من الإيمان بالله. لأن الإيمان بالقضاء والقدر مبني على أنك آمنت بأسمائه، أنه قدير وأنه خالق وأنه مدبر وأنه رازق. لو أنت ما عندك إيمان بالقدر يبقى إيمانك بأنه قدير وقادر ورازق فيه خلل. فما يمكن تؤمن بالله حتى تؤمن أنك ترجع إليه فيحاسبك. فكل شيء في الإسلام مرجعه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فآيات القرآن، الجملة دي عبقرية في الكتابة يعني. فآيات القرآن إما إخبار عن الله وصفاته وخلقه وأفعاله وتدبيره، الرحمن الرحيم خلق السماوات ينزل من السماء كذا، كل دي إخبار عن الله. وإما أمر أو نهي، ولا تقتلوا أنفسكم يوصيكم الله في أولادكم كذا، وهما من لوازم ربوبيته وقيوميته على خلقه. وإما بيان للثواب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وإما بيان للعقاب وهو جزاء المخالفين. وإما أخبار عن أحوال المكذبين. كل ده لأنها مستحقة لله الواحد. فالتوحيد هو لب الإسلام، وأهم شيء في الإسلام تحقيق التوحيد. علشان كده أخطر شيء في الإسلام نزع التوحيد ورمي إنسان بالكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أصعب شيء التكفير. لا أقول له غير ممكن أو مستحيل، ممكن ومستحيل، ممكن ووارد، لكنه أصعب شيء. لأن أهم شيء وأخطر شيء وأثقل شيء في الميزان هو التوحيد. فمن ثبت له التوحيد أصبح خروجه من دائرة التوحيد من أصعب ما يمكن. فلا نستهتر بالتوحيد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما أسامة بن زيد بيقاتل أثناء القتال، الخصم وسقط منه السيف، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. أنت هتضحك عليا؟ أنت كنت من ثانية هتقتلني. راح قتله. رجع أسامة بن زيد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ظل صلى الله عليه وسلم يكرر عليه، قال: لا إله إلا الله وقتلته، قال: لا إله إلا الله وقتلته. كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال أسامة بن زيد: تمنيت أني ما أسلمت إلا في هذا اليوم، لعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشدة موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. قضية التوحيد لا يستهتر بها أبدا. وبذلك أيضا من فقد التوحيد
ما تزعل أبدا عليه أنه هو لا يدخل الجنة. وضحت؟ لذلك أنت تتألم لمن ليس موحدا، لمن كفر بالله، لمن لم يعرف طريق الهداية، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا، لعلك قاتل نفسك من شدة الحزن. ليه؟ ما معهم التوحيد. فالتوحيد أصل النجاة، وفقدانه أصل الهلاك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وسامحوني اليوم حصل شوية إطالة، لكن يعني استحالة أن هذا الكلام يجمع في هذا الوقت القصير. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.